ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تذكر مدينة إرم ذات العماد في سورة الفجر كمدينة عظيمة بناها قوم عاد، وتعرف بأعمدتها الضخمة وقصورها الشاهقة. يقال إن هذه المدينة كانت مزدهرة بشكل غير مسبوق، ولكنها فقدت بمرور الزمن. وتروي القصة أن شداد ابن عاد كان ملكا قويا وشديد البطش، وعندما سمع بجنة عدن التي وعد الله تعالى بها لعباده المؤمنين عزم على بناء أرض شبيهة لها في الأرض. بنى شداد مدينة إرم ذات العماد، وهي مدينة عظيمة وقوية، حيث كانت قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الياقوت والزمرد، هذا بالإضافة إلى وجود أنواع عديدة من الأشجار والأنهار الجارية. وبعد الانتهاء من بنائها ذهب إليها بأهل مملكته، ثم بعث الله تعالى عليهم عذابا فهلكوا كلهم، وكان مصير الجنة المزعومة الخراب والدمار. ولكن شداد ومن معه لم يدخلوا هذه المدينة قبل هلاكهم. أصبحت المدينة رمزا للغرور والعقاب الإلهي. لا تزال المدينة موضوعا للعديد من الدراسات والأبحاث الأثرية،